يا جماعه لو عايزين تعرفوا الكحك ده انا عاملاه ازاي بالطريقه دي وما شاء الله مستوي وحلو كده، تابعوني لاخر الفيديو. ازيكم يا حبايب قلبي، مساء الخير. النهارده ان شاء الله هعمل لكم شويه كحك بطريقه بسيطه وسهله جدا جدا جدا. خلوا لكم بفر كده في بقكم ان شاء الله. نشوف مع بعض المقادير. معانا كل دقيق متعدد الاستخدامات، يكون دقيق نظيف. معايا كوبايه لبن، معايا معلقتين سمسم متحمصين، معايا معلقه خميره، معايا ذره ملح، معايا ريحه كحك، معايا معلقه صغيره بيكنج باودر، معايا معلقه فانيليا، معايا معلقتين سكر بودره، معايا معلقه زبده ومعلقه سمنه بلدي، معايا لكل الدقيق نص كيلو سمنه. انا عملت ماكس كده ما بين سمنه بلدي وزبده فلاحي، نص كيلو للكيلو الدقيق، نص للكيلو الدقيق ما يزيدش عن كده. ومعايا نص كيلو ملبن هعجنه قدامكم دلوقتي وهعمله معاكم خطوه بخطوه ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي يا حبايبي احنا هنعجن الملبن بطريقه سهله خالص. هنعمل ايه؟ هنجيب المعلقتين الزبده على السمنه البلدي زي ما احنا شايفين كده كده، وهنحط عليهم معلقه سمسم متحمص وهنهمكهم بايدينا كده. طريقه سهله وبسيطه خالص. انا هعجنه وهكمله والطريقه واخر حاجه خالص هوريلكم حصل له ايه. كده يا حبايبي اخر حاجه للملبن معانا بعد ما عجناه كويس قوي وحطيت عليه كمان معلقه سمنه بلد عشان كده سايح وبلمع معانا. احنا هنعمل كور صغيره كده زي ما احنا شايفين، كور صغيره كده نجهزها على العجن على طول زي ما احنا شايفين كده، ما تكبرش عن كده عشان ما تخرجش بره العجينه واحنا بنحطها في قلب الكحكه بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. انا هكمل الملبن ده واوريكم عملنا ايه. ودي يا حبايبي، ودي حبايبي النتيجة النهائية للملبن بعد ما احنا عملناه كور صغيرة كده هتتحشى في قلب عجينة الكحك. هنحطه في التلاجة ربع ساعة ونعجن الكحك وبعدين نجيبه ونحشيه جوه الكحك. هنشتغل دلوقتي يا حبايبي في الكحك. معانا نص كيلو سمنة للكيلو الدقيق، هنحط عليهم معلقتين سكر بودرة، لازم يكون السكر بودرة طحنينه في الخلاط. هندوبه كده مع السمنة لغايه ما يتجانسوا مع بعض والسكر يختفي خالص ويدوب في السمنه. انا هدوبه وهوريهولكم الاخر هو شكله عامل ازاي. خلاص كده السكر كله داب في قلب السمنه. هنكمل مع بعض. هنعمل ايه؟ هناخد كل الخليط البودره ده نحطه على بعضه في الدقيق كده، ومعلقه البيكنج باودر والفانيليا كده والسمسم اللي احنا محمصينه. هننزل عليهم بالسمنه، سمنه كده عليهم. كيلو الدقيق زي ما احنا قلنا يا حبايبي عليه نص كيلو سمنه. سمنه بقى بلدي سمنه مش بلدي، انا حاطه كله على بعضه، حاطه سمنه بلدي مع زبده صفرا. انا بحب ادخل الزبده الصفرا في اكل عشان خفيفه قوي قوي. اهم حاجه في الكحك اللي هو ان احنا نعمله متجانس كده مع السمنه زي ما احنا شايفين. نقعد نفرك فيه كده لغايه ما يدخل في بعضه كله مع بعض، كله مع بعض زي ما احنا شايفين كده. كده انا ببسس السمنه مع الدقيق زي ما احنا شايفينه. لازم نعمل بالطريقه دي. الكيلو الدقيق ده مع نص كيلو السمنه هياخدوا لهم ربع ساعه فرك زي ما احنا شايفين كده. ما نعجنش الكحك، ما بيتعجنش الكحك، بتبسس مع السمنه كده اهو او بتفرك كده اهو مع السمنه.
بس هو الاحسن انه بتبسس بالسمنه، لان الكحك لو ما اتعملش كده ما يطلعش هش وجميل زي ما احنا بناكله. انا هكمل لغايه ما خلاص الاخ خلاص اكتفى. هوريهولكم في الاخر اخر تكاته هيحصل فيه ايه. دلوقتي يا جماعه وصل كده لخلاص عد خليط متجانس بين السمنه والدقيق زي ما احنا شايفين كده. هنكمل شغلنا بايه؟ بكوبايه اللبن اللي احنا راكنينها في جنب دي. هننزل، ما نعجنش، احنا ما نعجنش، احنا ندي للدقيق على قد ما هو عايز، بس كوبايه 2 تبع نوع الدقيق. عجن لا، تبسيس زي ما احنا بنبسس كده. عجن لا، ما نعجنش. وانا نسيت اقول لكم يا جماعه ان احنا حطينا في الملبن يعني نص معلقه صغيره ريحه موز، نص معلقه صغيره خالص من ريحه الموز دي. انا حطيت منها نص معلقه صغيره خالص، بتفرق قوي قوي في الكحك. انا هعجن الكحكه بكوبايه اللبن دي واوريكم النتيجه في الاخر عامله ازاي. دي النتيجه النهائيه للعجينه يا جماعه بعد ما خدت حقها في ان انا افركها وابسسها بالسمنه. ده الشكل النهائي ليها. انا هسيبها كده 10 دقايق ترتاح، 10 دقايق بس، ونجيب الملبن ونشتغل واوريكم هنعمل ايه. انا هنقش بايه؟ انا معايا المنقاش بتاعي العادي اهو، المنقاش العادي بتاعي، ومعايا دي كمان بتعمل فورمه في الكحك. انا بفضل ده، انا هعمل لكم بده وهعمل لكم بده. 10 دقايق بالظبط ان شاء الله ونشتغل على طول. كده يا جماعه العجينه بعد ما ارتاحت 10 دقايق، وكده احنا جبنا الملبن من قلب التلاجة جمد خالص اهو، ما عادش فيه خالص اي سيحان. لازم تحطوه نص ساعه في التلاجة. هنعمل مع بعض العجينه، اعمل لكم واحده واتنين وبعدين اعرفكم احنا هنعمل ايه. احنا كده فردنا كحكايه زي ما احنا شايفين كده لتحت كده. هنجيب حته ملبن او زي ما احنا شايفين كده اهو، وهنقفل عليها الكحك ونعمل بالراحه كده 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 بالراحه ونضغط عليه زي ما احنا شايفين. هنجيب المنقاش بتاعنا، المنقاش العادي خالص ده، نضغط ضغطه واتنين، لان طبيعه الكحكه بتلم تاني، يعني كل ما بتفرديها بتلم معاكي تاني، وبعد ما تنقشيها وتحطها على الصاجه برضو هتلم معاكي تاني. انا هنقش بالطريقه دي زي ما احنا ما نضغطش قوي كده عشان تطلع ايه، نقشه رقيقه كده وشكلها حلو. هعمل معاكي واحده واتنين وبعدين نكمل الفيديو مع بعض للاخر. دي اول كحكه، اول كحكه معانا بالنقشه الحلوه دي. هنحطها هنا كده ونجيب كمان واحده. هنلمها معانا بالطريقه دي كده. هجيب واحده ملبن تاني اهي ونقفل عليها بالراحه خالص كده، وبعدين نضغط بايدينا كده كده، نسوي الاطراف. وكل ما الملبن يمسك في التلاجة ما يسيحش ويطلع من جنوب الكحكة ويتحرق ويحرق الكحكة، لا. هنقش معاكم كمان دي اهي. زي ما احنا شايفين بالطريقة دي شكلها جميل 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 كده. احنا عملنا كحكتين مع بعض. انا هكمل كيلو الدقيق للاخر وهوريكم النتيجة النهائية عاملة ازاي. دي يا جماعة الشكل النهائي للكحكة بعد ما احنا نقشناه وحطينا فيه الحشوة بتاعته. انا هدخله الفرن على درجة حرارة متوسطة، وبعد كده هوريكم الشكل النهائي لإيه بعد ما يخرج من الفرن. تابعينه لاخر الفيديو. دي يا جماعه الشكل النهائي للكحك بعد ما طلع من الفرن. انا ملديناه وما شاء الله ما شاء الله هو لسه سخن، يعني هيطلع دخانه لسه. يعني شو اللدي ده لسه الملبن بتاعه لسه سايح ازاي، لسه ما خدش حقه. لما يبرد ده واخد حقه في النار سوا
ما شاء الله عمايل ايدينا، ما اقولكوش الشقه ريحتها عامله ازاي. يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي في الكومنتات انتوا عايزين نعمل لكم ايه. ده شكله النهائي، اشوفكم في فيديو جديد.